تقريبا اللي كيستهلك الجسم ديال الانسان، يعني بحكم الاختصاص ديالك فاش انه يقدر يعني يهضم اللحم. دابا هذه كاينه نقطه اخرى، وهو مثلا النمط ديال الاستهلاك ولا نقولوا ديال التغذيه في يوم العيد ولا غير العيد. اولا بالخصوص في العيد الحاجه اللي مهمه بزاف خصنا ما نساوش هي الفطور. الفطور خصو يكون مزيان، يكون فطور بحال والشاي هو منصوح به بزاف، وتكون بحال دابا خبز الزراع هذا مزيان، ويكون مثلا واحد بعض الفواكه وجبان ولا اللبن ولا شي حاجه تكون مزيانه، ويدير واحد الفرق مع الغداء ولا مع الماكلات الاخرين اللي يكون على الاقل 4 ساعات. واللي مهمه هنا كذلك وهو بحال دابا طريقه الشوي ديال اللحم. ما يمكنش اللحم تشويها بواحد الحراره قويه، خصها تكون ما بين 70 80 دوغري 90 دوغري، واللحم حتى ما تكونش قريبه بزاف للعافيه، لان الا كانت قريبه كتحرق اللحم وكتمشي بالجوده ديالها. وكاين بعض الناس اللي كيمكن يقول لك اودي تحرقات مزيان مخيره، بالعكس ديك المواد ديال سامه كيقولوا مطيبه مزيان سامه، هذيك يمكن خص واحد يحيد. وثانيا الدهنيات مثلا بحال دابا الشحمه وداك الشيء واحد يتفاداها وداك الشيء. واللي مهم هو بحال دابا اللحم كذلك السلخ ديالها مثلا فواحد الطاجين بالخضار وفواكه، وتكون مفيده جدا جدا في التغذيه وما بين ماكله وماكله يعطي الوقت. ونقطه اخرى كذلك وهو الحركه، يتمشى الواحد وما خصوش ياكل مثلا ويقول لك غنترخى، لا يتمشى ياكل ويتحرك، لان الهضم كيكون صعيب الا كان واحد راقد ولا ناعس. دونك ديما يعطي راسو الوقت في العيد ومن غير العيد.